ال10 جنيه دي ثروة، ال10 جنيه دي كنز، ال10 جنيه دي ممكن اجيب منها دهب. ايوه يا جماعة، ما تستهونوش بيها. بفكرة بسيطة جدا وسهلة هقولك عليها النهاردة، ان شاء الله هتجيبي كل اللي نفسك فيه من ال10 جنيه دي، وممكن كمان تشتري دهب. خليكي معايا في الفيديو وان شاء الله هيعجبك وتستفيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وبشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتحفزني وبتخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر علشان تفيدكم. الفيديو النهاردة بتاعنا فيديو تحفيزي، فيديو مهم جدا. ازاي من ال10 جنيه هيبقى معاكي فلوس كتير تجيبي اللي انت عايزاه، وكمان تشتري بيها دهب. كلنا عارفين ظروف الحياة والمعيشة، ومش عايزة تضغطي على جوزك اكتر واكتر علشان تجيبي كل اللي نفسك فيه، لان طبعا يا دوب المرتب او مصروف الشهر بيجي على قد متطلبات البيت والاولاد والحاجات الاساسية. فنفسك تشتري حاجات كتير ليكي انت خاصة بيكي، نفسك تشتري ذهب، نفسك تشتري ديكورات في البيت، حاجات كتير انت نفسك فيها. فان شاء الله بإذن الله معايا لو شفتي الفيديو ده ان شاء الله هتجيبي كل اللي نفسك فيه، والفكرة هتعجبك جدا. وهتبسطك قوي وهتجربيها ومش هتبطلي تعمليها بإذن الله. النهاردة ان شاء الله انا جايلك بفكرة حلوة جدا هتستفادي منها بإذن الله. هي فكرة ازاي من ال10 جنيه يبقى معاكي مبلغ ثروة، ثروة يا جماعة. ازاي يبقى معاكي مبلغ، ازاي تشتري كل اللي نفسك فيه، ازاي توفري فلوس تبقى متوفرة معاكي، ازاي كمان تشتري ذهب. ايوه يا جماعة، هنشتري ذهب بإذن الله، مفيش حاجة هتقف قصادنا ان شاء الله. طيب ازاي يا لولو بال10 جنيه دي يعني نقدر نقول دلوقتي ما بقاش لها قيمه، ما بتشتريش حاجه في ظل الغلا والاسعار اللي احنا بقينا فيها. هي فعلا ما بقتش بتجيب اي حاجه. انت لو جيت تديها لابنك او اي عيل صغير يقول لك ايه ده يا بابا؟ 10 جنيه؟ يبص لها كده من فوق لتحت. عايزه اقول لكم زمان ال10 جنيه دي كان لها شنه ورنه، كانت ممكن تفطر اسره، كان ممكن تجيب غدا الاسره، تجيب حاجه حلوه، تجيب فاكهه. لكن حاليا نقدر نقول يلا الله المستعان. فانا عندي فكره حلوه جدا ان شاء الله هتعجبك باذن الله. لو انت جربتيها حتى لو شهر واحد صدقيني، او مره واحده معلش، فصدقيني هتعجبك جدا جدا وهتجيبي كل اللي نفسك فيه. طب كلنا طبعا عارفين ان يا دوبك مصروف البيت اللي جاي على قد اللي رايح، على قد طلبات البيت، على قد طلبات الاولاد، على قد الحاجات الاساسيه اللي احنا بنحتاجها في البيت بس. فكتير مننا نفسه انه يشتري حاجات كتير، حاجات في البيت، حاجات ليه هو شخصيا، دهب. عايزين نجيب كل اللي نفسنا فيه، بس يعني نقدر نقول ان الحياة بقت على قدها والحاجة بقت غالية جدا والاسعار يعني رايحة في حتة تانية. فاحنا نفسنا في حاجات كتير. فدي فكرة من ضمن الافكار جاية اقول لكم عليها، فان شاء الله هتعجبكم باذن الله. الفكرة ايه يا لولو؟ الفكرة ان انت لو جمعتي 10 افراد، وعملتي جمعية بسيطة بينكم وبين بعض، جمعتي 10 أفراد من جيرانك، من أصحابك، من إخواتك، ولادك، زوجك كمان لو حب يشترك معاكي، وكل فرد من ال10 أفراد دي دفع 10 جنيه بس في اليوم. يعني هتجمعوا من ال10 أفراد في اليوم 100 جنيه. ال100 جنيه دي كل واحد هيقبض من ال10 أفراد دي كل شهر. يعني ال100 جنيه دي لو ضربناها في 30 يوم يعني 3000 جنيه. 3000 جنيه دول اكيد هينفعوكي في حاجات كتير. ممكن تشتري منهم ذهب. ذهب ممكن تشتري منه ذهب. ممكن تجيبي حلق صغير جرام الا، ممكن تجيبي دلاية للسلسلة، اي حاجة صغيرة من الذهب بس تفرحي وتفرحي نفسك. وممكن الشهر ده تجيبي السلسلة نفسها، الشهر الجاي تجيبي الدلاية. ممكن المبلغ الشهر ده تشيليه، الشهر اللي بعديه تحطي المبلغ التاني وتقدري تجيبي خاتم كويس. ممكن تجيبي حلق كويس جرام 2 جرام.
ممكن تجيبي كل اللي نفسك فيه، نفسك بقى في حاجات خاصة ليكي انتي، عايزة تجيبي لبس، عايزة تجيبي اكسسوارات، عايزة تجيبي ميك اب، عايزة تجيبي طرح، عايزة تجيبي حاجات لبيتك، ديكورات، مفارش، كل اللي نفسك فيه. ممكن تقدري كمان ان انتي لو حابة تساعدي في خزين البيت، ممكن من المبلغ ده تقدري توفري وتجيبي برضو وتساعدي في البيت وتجيبي منه خزين للبيت. عايزة تجيبي حاجات لأولادك، وكمان حابه ان انت تشركي، يا ريت كمان انا حابه ان انت تشركي اولادك في الجمعيه دي. لو انت بتديهم مصروف، اكيد كلنا بندي اولادنا مصروف، فانت لو هتاخدي منهم 10 جنيه في اليوم، تدخليهم معاكي في الجمعيه ويقبضوا كل شهر 3000 جنيه، يجيبوا اللي نفسهم فيه. وكمان هيفرحوا، ويحسوا ان هم مشاركين معاكي في عملية التوفير الجميلة دي. هي عملية بسيطة وسهلة جدا. ممكن كمان الفلوس تنفعك في دروس الأولاد لو احنا داخلين على الدراسة. ممكن بتأجلي قبضك، الشهر بتاعك بتأجليه على الدراسة، بحيث ان انت تيجي على المدارس وتقبضي تجيبي برضو كل ما يخص الأولاد في المدرسة، تدفعي دروس. فهتنفعك كتير جدا. يعني أنا الفكرة دي فكرة بسيطة وسهلة و... وان شاء الله هتنفعك. انا جربتها، انا ما بقولكيش على حاجه لما اكون مجرباها. فجربيها وصدقيني مش هتندمي. ال10 جنيه دلوقتي يعني ما بتجيبش حاجه، فانت لو دفعتي 10 جنيه في اليوم هتيجي اخر الشهر هتاخديهم 3000 جنيه وانت قاعده في بيتك، من غير ما تنزلي وتشتغلي وتتعبي. دي حاجة. لو انت قلتي طب ما انا ممكن اشيلهم على جنب او احطهم في حصالة او اي حاجة لا صدقيني، لو حاولتي تشيليهم على جنب او تحطيهم في حصالة، برضو ايدك هتتمد عليهم وهتصرفيهم. صدقيني، صدقي اللي انا بقولك عليه. فانتي دلوقتي لو عملتي الجمعيه دي فهتبعديهم عنك خالص. مش هتاخديهم الا كل اخر شهر. طيب لو انا حابه اخش كمان بفرد ونص، يعني ممكن ادفع 15 جنيه بدل 10 جنيه، فهاخد مبلغ كبير. ممكن اضاعف ال10 جنيه وادفع في اليوم 20 جنيه، فهقبض 6000 جنيه. فده مبلغ مش وحش ومش قليل. ان انت لو دخلتي بفردين هتاخدي 6000 جنيه. وغيرك برضو لو حاول ان هو يزود اكتر من ال10 جنيه، يعني 15 جنيه، يدفع 20 جنيه، فهياخد اكتر من ال3000 جنيه. فمبلغ مش وحش، مبلغ كويس يقدر يساعدك في حاجات كتير. تقدري تجيبي كل اللي نفسك فيه. حاجات خاصة ليكي انتي، حابة تجيبي حاجات لأولادك، حابة تجيبي حاجات في البيت، حابة تجديد على نفسك. وتحوشي برضو مبلغ مش وحش. فهي فكرة حلوة جدا، فكرة بسيطة. فممكن من ال10 جنيه دي تجيبي ذهب، تجيبي كل اللي نفسك فيه، تجيبي ملابس، تجيبي حاجات ناقصاكي في البيت، تجيبي خزين للبيت. فصدقيني فكرة حلوة وسهلة وبسيطة وهتعجبك ان شاء الله. جربيها وعلى ضمانتي بإذن الله. فما نستهونش بال10 جنيه، لانها ممكن فعلا تبقى ثروة معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو استفدتوا منه ولو حاجة بسيطة. يلا بقى لايكات وشير يا بنات على قد ما تقدروا. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد. دمتم في سلام الله، مع السلامة.